ده يونس امير الظلام بتاع المسلسل. يونس يبقى حبيب مارثا اللي بتخلف منه الواد ده. ايوه هم دول كلهم شخص واحد، صح معايا كده. الواحد ده بيخش في علاقه مع اجنس، فبيخلف منها تروند ابو اورليش اللي بيخلف مارثا، وبيخلف ميكيل اللي بيخلف يونس اللي بيخلف من مارثا الواد ده. فبكده مارثا بقت جدة نفسها وحفيدة نفسها وحبيبة أمها، ويونس اللي هو جد مارثا يبقى حفيد حفيدها وابن أخوها وجدها الكبير. وأمه هنا صديقة الطلبة تبقى أم سيليا اللي اتجوزت بارتوش صاحب يونس وخلفوا أجنس اللي خلفت ترونت جد مارثا وأبو أورليش جد يونس. فسيليا تبقى أخت يونس وجدة جده، وبارتوش اللي هو صاحب يونس وبيكرش على مارثا في نفس الوقت يبقى جدهم الكبير. العيلة دي غريبة جدا. ميكيل بقى يبقى أبو يونس وحفيده وجده وأخو صاحبه، وهنا مرات ميكيل بتخونه مع أورليش في عالم ومتجوزة أورليش في العالم التاني. بسم الله ما شاء الله عليها دينامو. فبكده هنا خانت جوزها مع أبوه اللي هو يبقى حفيدها، اللي هو يبقى حفيده ميكيل اللي هو متجوز هنا أصلا. يا ريتك كنت حطيتي صورة العالم وخلصنا. بارتوش بقى يبقى حفيد كلاوديا اللي هي اخت سيليا اللي هو اتجوزها، فبقت كلاوديا جدته واخت مراته في نفس الوقت. وكلاوديا بتدخل علاقه مع ترونت اللي يبقى حفيد بارتوش حفيدها. سيليا وبارتوش خلفوا نوح كمان اللي هو بيكبر ما شاء الله عليه وبيقتل ابوه، بعد كده بيتجوز اليزابيث، واليزابيث بتخلف شيرلوت اللي اتسرقت منها في يوم يا عيني. فشيرلوت وهي طفله صغيره بتوصل لتنهاوس اللي بيربيها، فبتكبر وتخلف اليزابيث اللي ادم اللي هو يونس بيخلي شيرلوت واليزابيث يسرقوا شيرلوت الصغيره من اليزابيث ويودوها لتنهاوس عشان يربيها. فبتكبر وتخلف اليزابيث البنت الصغيره دي اللي بتطلع هي ام شيرلوت الوليه الكبيره دي اللي بتطلع هي ام اليزابيث برضو. يعني هما الاتنين امهات بعض وبنات بعض. وعلى راي المثل ضحكت عليك انا امي مش في البيت لاني وديتها الحضانه وجيت. يونس في اخر سيزون 2 بيحاول ينقذ مارثا، فيوم ادم اللي هو يونس اصلا بيقتل مارثا، فتقوم مارثا جايه ليونس بعد ما ماتت بس غيرت قصه شعرها وتاخده توديه العالم بتاعها. فبيروح يكلم مارثا بتقول له انت مين؟ انا ما اعرفكش. بعد كده بيقابل ساحره الجنوب دي اللي هي اصلا بتطلع مارثا وبتطلب منه يخون نفسه عشان ينقذ نفسه، بس بتطلع هي اللي بتخونه. فيقوم يونس يسيب مارثا ويروح ياخد مارثا عشان يخليها تقابل مارثا عشان ينقذوا العالم، وبيرجع تاني هو مارثا لساحره الجنوب اللي هي اصلا مارثا وبتقف معاهم مارثا. وبعد كده مارثا بتدخل عليهم ومعاها المسدس عشان تقتله. فيقوم يونس يقول لهم ايه ده كلكم عليا يا ولاد المارثا ولا ايه؟ بوم. اما وليه مارثا بصحيح. يونس بعد ما مات ب 33 سنه لقى مارثا سايبه له جواب بتقول له فيه انت لازم تسيبني اموت عشان اعيش، واموت واعيش ما يهمنيش. جو بقى بعد ما بيعرف ان بيتش بتحب بيك حبيبته بيغير وبيشوق. ايه ده؟ سوري اتلخبطت ودخلت في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش تعملوا لي فولو عشان تشوفوه اول ما ينزل. نرجع بقى لدارك. كلاوديا اللي كل هدفها طول المسلسل انها تخلي بنتها تعيش، بعد ما اختفت من مصنع الطاقه النوويه راحت وهي عندها 45 سنه تنقذ ريجينا بنتها اللي هي عندها 48 سنه، فقامت خلت ترونت عشقها يقتل ريجينا عشان ما تموتش. بعد كده كلاوديا بتروح لنفسها عشان تشتغل نفسها وتضحك على نفسها، فبتقوم نفسها بتكتشف اللي كلاوديا بتعمله فتقوم عامله لها كمين. متي يا شرمت بيو. هانا كانولد الوليه الاوبن سورس اللي هي اصلا مواليد سنه 1972 بتدخل في علاقه مع ايجون تيدمان سنه 1953، يعني قبل ما هي نفسها تتولد ب 21 سنه، بس بتسمي نفسها كاتارينا على اسم ضرتها مرات اورليش وبيديها ميداليه هديه. فبتعرف بعد كده انها حامل وبتروح تقول له، فبيقول لها لا ابني ده ولا ابن مين؟ ما انت شكلك وليه شاطئ. قالت له انت ازاي تقول كده؟ ده انا نمت معاك عشان كنت فاكراك محترم. وبتروح عياده كده عشان تنزل البيبي، فبتقابل عيله صغيره اسمها هيلين. فهنا بتقول لها انا اسمي كاتارينا وبتسيب لها الميداليه وتمشي. فتقوم هيلين دي مسميه بنتها كاتارينا اللي هي اصلا بتبقى دورة هنا بعد كده، وهنا بتسرق منها الاسم وتديه لهيلين ام كاتارينا. كاتارينا بتروح تدور على جوزها وابنها، فبتلاقي جوزها وهو اصغر 33 سنه وبتقابل نفسها، فتقوم نفسها بصلها بقرف كده اللي هو مين الوليه المقرحه دي. فبتدور تاني فبتلاقي جوزها كبر 34 سنه وبتحاول تنقذه من المصحه اللي هو محجوز فيها. فبتلاقي امها وهي صغيره هي اللي معاها المفتاح فبتحاول تسرقه منها، فتقوم امها قتلاها ورميها في البحيره. وبتقع من امها الميداليه اللي هنا اديتها لها، وبتفضل اكتر من 30 سنه مستخبيه في التراب لحد ما يونس بيلاقيها، فيقوم مديها هديه لمارثا بنت كاتارينا اللي اتقتلت. فتقوم مارثا مصلحاها ومديها له هديه في الحفله اللي امها عملها بعد ما ماتت ب 33 سنه. أورليش في السيزون الأول بيقتل هيلج دوبلر، أما في السيزون الثالث فهيلج بيعرف إن أورليش هو اللي قتله فيقوم قتله. صحيح هو أورليش فخد شوية في العالم الثاني في سيزون 3 وده خلى هيلج اتلخبط شوية عشان يتأكدوا إن هو، بس إحنا عارفين إن everything is connected، أكيد ده ليه مغزى درامي. والسيزون ده نزل في مستوى المشاهد الآلة الحاسبة فمش أي حد هيفهمه، حتى الكاست نفسه بيمثل بس. في نهاية المسلسل كلاوديا راحت لآدم وهو بيدمر العالم، فقال لها أنت إزاي عايشة ومش أنا خليت نوح ابن أختك يقتلك زي ما قتل أبوه؟ قالت له أنت مش ترو فان للمسلسل على فكرة، وقامت حكياله عن العالم الاصلي وان العالمين اللي بتدور فيهم احداث المسلسل دول مش حقيقيين، وانهم اتخلقوا لما تنهاوس حب يرجع بالزمن عشان ينقذ عيلته من الموت، فقام غلط غلطه خلقت عالم ادم وعالم ايفا ودمرت العالم الاصلي.
وقامت كلوديا اقنعت ادم انه يروح يقنع نفسه وهو صغير انه ينقذ العالم، فبيسمع كلامها ويروح ليونس بعد ما طلع ايمان اهله طول المسلسل ويقول له وعد احنا المره دي هننقذ العالم بجد. قام يونس قال له انا مش هصدقك تاني خلاص، فادم قال له لا انجز الحلقه فاضل لها ربع ساعه وتخلص، ونتفليكس بتنزل المسلسل 8 حلقات بس، فمضطرين نكروت النهايه عشان المخرج ما يخصمليش. فراح يونس هو ومارثا منعوا تنهاوس من انه يصنع آلة الزمن اللي خلقت العوالم دي كلها، فبيختفي يونس ومارثا وثلاث ارباع الشخصيات، وبيتفضل كام شخصيه كده منهم هنا الشاطئ اللي ما بتزعلش حد، وباقي الشخصيات بتطلع مش موجوده وانما هي من وحي خيال الترامادول اللي بيضربوا المؤلف. ما تنسوش تعملوا لي فولو. سلام.